لو ركزت شوية في أغلب المسلسلات هتلاقي إن الطلاق بقى شيء موجود وشيء مفروض على كل الأعمال الدرامية اللي موجودة بقوة في الأحداث. دايما هتلاقي موضوع الطلاق، تقريبا كل مسلسل في حالة طلاق أو انفصال أو بيت بيتهد. المشكلة مش في إن الدراما بتناقش موضوع الطلاق، لأن الطلاق ده شيء موجود وشيء محلل، ما قلناش فيه حاجة، لكن بهذه الكثافة وبهذا المستوى أعتقد ان العمليه بقت اوفر مننا شويه. لازم نناقش المشكله ان كثره تكرار كلمه طلاق في الاعمال الدراميه المصريه اصبحت وسيله جذب سلبيه لمسامع البيوت المصريه والازواج المصريين والشباب المصري المقبل على الزواج. تكرار الفكره بشكل عادي وسهل ممكن نوصل رساله غير مقصوده للمشاهد. اذا العمل الدرامي اللي انا بامل فيه ان هو يكون إيجابي على الشاب المصري وعلى الرجل المصري وعلى المحيط المصري وعلى المجتمع المصري، بأفاجأ إن هو بيجيب لي أمور سلبية داخل الأسرة المصرية اللي هي أساس المجتمع.